أهلا وسهلا بكم في تجمع عربي أصيل. هل تعرفون أن هناك قصصا لم تروى بعد؟ قصص صنعها أجدادنا وخلدت في تاريخنا؟ اليوم سنبدأ حكايتنا الأولى مع التراث، ذلك الاسم الذي لا يذكر إلا ومعه حكايات الفخر والشجاعة. استعدوا لرحلة مثيرة عبر الزمن. التراث ليست مجرد كلمة، بل هي رمز للشجاعة، للحكمة، وللتراث الذي حفر في ذاكرة العرب. ارتبط هذا الاسم بقصص ملوك وقبائل عربية أثرت في التاريخ، وكتبت مجدا لا ينسى. والتراث العربي ليس مجرد أطلال أو حكايات قديمة، بل هو هويتنا وروحنا. من العمارة الفريدة إلى الأشعار والقصص، ومن الحرف اليدوية إلى العادات والتقاليد التي تعكس قوة حضارتنا. وسوف نبتدأ سلسلتنا من الحضارة اليمنية ومن ثم حضارات الدول العربية الأخرى. يحكى أنه في أعماق الصحراء العربية كانت هناك قرى ومدن متألقة تعرف بحضارتها وثقافتها. على سبيل المثال، في اليمن كان سد مأرب رمزا للابتكار الهندسي، وأصبح سرا لازدهار مملكة سبأ. أما قصر غمدان فقد كان أول ناطحة سحاب في التاريخ، وحوله دارت قصص عن الملوك والشعراء. وفي الأسواق القديمة كان يباع العود والبخور، تلك الروائح التي أسرت القلوب في جميع أنحاء العالم. ما ذكرت لكم إلا بعض الحضارات التي سنتسلسل بها، ولكن ما بقي أكثر سنصل إليها إن شاء الله. ما هي الحكايات التي تخفيها جدران هذه المعالم؟ ومن هم الأشخاص الذين صنعوا هذا التراث العظيم؟ شاركونا آرائكم وانتظروا المزيد في الحلقات القادمة. إذا كنتم متحمسين لاكتشاف المزيد من تراثنا العربي الأصيل وقصص أجدادنا العظيمة، وقصص وحكايات من الماضي العريق وأسرار مدهشة عن معالمنا الخالدة، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن القادم أعظم.